هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. إن المعرة والذي سمك السما هي للغريب وأهلها الغرباء. أهلا وسهلا بكم من مدينة معرة النعمان. فيديو اليوم راح يكون مميز كضيف حلقتنا. راح نبحر مع بعض بتفاصيل كتير عن هالمدينة العظيمة. أنا متأكد حيكون في معلومات حتسمعوها لأول مرة. ما راح طول عليكم، خلوكم معنا. تحياتي لكم مجددا. خلوني بداية رحب بضيفنا الأستاذ شريف الراحوم. أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. بداية ما هو السبب خلف تسمية مدينة معرة النعمان بهذا الاسم؟ اختلف المؤرخون بالتسمية اختلافا كبيرا. منهم من أعادها إلى كلمة آرا، وهي مدينة قديمة جدا جدا في هذه المنطقة، ومنهم من أعادها إلى النعمان ابن البشير لأنه فقد ابنه هنا فسميت معرة النعمان بمعنى مصيبة النعمان. ولكن كل الوثائق التاريخية ومقارنة بمن حولنا، لأن هناك أكثر من 20 موقع وقرية وبلدة تسمى باسم معرة: معرة النعمان، معرة شمشة، معرة شورين، معرة شمارين، معرة دبسة، معرة الصين إلى آخره. كل هذه التسميات تدل على أن أصل الكلمة هو آت من اللغة السريانية، ومعرة تعني معرتة، ومعرتة تعني المغارة والكهف. وهذا دليل على أن الإنسان سكن هذه المنطقة منذ عرف الإنسان ذاته. والكهوف والمغائر كثيرة جدا في المعرة وما حول المعرة، فهي أي سكن الإنسان القديم. هذا يسهل علينا تفسير جميع المناطق التي سميت باسم معرة. طيب أستاذنا، لماذا تعتبر معرة النعمان مركزا تاريخيا وثقافيا مهما في سوريا؟ معرة النعمان تقع في مركز استراتيجي من الناحية التجارية والزراعية. ابن جبير عندما مر بالمعرة قال: مررت بسواد المعرة، وهذا يدل على أن البلاد كانت عامرة بالخضرة والأشجار والنباتات. ومن الناحية التجارية هي حلقة وصل بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب. لذلك منذ القدم ومن العهد الآرامي كان سكانها من النشيطين تجاريا، طبعا انطلاقا من الزراعة ومما حولها، فلذلك كانت لها هذه الأهمية التجارية على مر العصور. وأتى الحكام، جميع الحكام الذين أتوا إلى بلاد الشام وحكموا سوريا اهتموا بهذه المنطقة اهتمام كبير. منذ الفتح الإسلامي زاد الاهتمام في هذه المنطقة، وأكبر دليل على الاهتمام بهذه المنطقة الجامع الكبير في المعرة، يعتبر من أكبر الجوامع في سوريا. ما هي أبرز الأحداث التي مرت بها معرة النعمان؟ مرت معرة النعمان بأحداث لا تعد ولا تحصى، لأنها في موقع هام وموقع استراتيجي. طبعا رحب المعريون بالفتح الإسلامي وتفاعلوا معه، وكان يسكن المعرة قبيلتان، هم قبيلة تنوخ وقبيلة النعيم، التي صارعتا للإعلان إسلامهما ومن ثم الانطلاق بعملية الفتح. طبعا لذلك جميع الغزاة الذين غزوا سوريا وجميع الغزوات، معظم إن لم نقل كلها، أتت من الشمال من الدولة الرومانية، وأتت بعض الغزوات من الشرق. من الغرب أتانا الغزو البيزنطي واليوناني، ومر هذان الغزوان مران بالمعرة. وأيضا أتى الغزو المغولي والتتاري من الشرق بعد زحف
المغول على بغداد 1258 والتتار حوالي 1400، كلها حلت بالمعرة لنتيجة وجود نتيجة مركزها الاستراتيجي وأسوارها. وتعرضت للغزو في زمن الصليبيين وفي زمن الإمبراطور البيزنطي نقفور، وكلها أدت إلى هدم أسوار المعرة. ولم يهادن المعريون عبر التاريخ كله، لم يهادنوا غازيا، وكثيرا مما اضطروا كما اضطررنا نحن في العصر الحديث أن نغادر بلادنا ولم نهادن هؤلاء الأعداء. من هي أبرز الشخصيات التاريخية التي ولدت أو عاشت في مدينة معرة النعمان؟ عاش في المعرة الكثير من الشخصيات التاريخية. طبعا من يقرأ تاريخ المعرة للأستاذ محمد سليم الجندي يلاحظ أن أبا العلاء لم يكن فريدا يعني في المعرة، وإنما كانت هناك مجموعة من الأدباء والقضاة في المعرة. وحتى أن أبا العلاء عندما رحل من المعرة إلى بغداد، رحل طبعا مع خدمه، ذهب إلى بغداد وعرض عليه الدخول إلى المكتبة الناظمية في بغداد. دخل واستعرض جميع الكتب مع الخادم، لأنه أبا العلاء أعمى لا يقرأ، فقال بدأ الخادم يعد له الكتب، يعد كل ما عد له كتاب يقول له لقد قرأته في المعرة، لقد قرأته في المعرة، لقد قرأته في المعرة. وهذا دليل على أن المعرة كانت عامرة ثقافيا ما عدا كتاب وقالها نطقها بلسانه: قرأت كل الكتب التي شاهدتها في بغداد قرأتها في المعرة ما عدا كتاب واحد هو تيم اللات. وهذا دليل على العمق والبعد الثقافي للمعرة. والمعريون أينما ذهبوا كانوا يسعون بالشعر والأدب في جميع المناطق التي حلوا بها. وما تزال اللغة العربية عميقة ومتعمقة في هذه البلاد. طبعا المعرة بالإضافة إلى أبو العلاء وإلى أبو يعلى والكثير من الأدباء والعلماء، نذكر أيضا علماء الدين الذين خرجتهم المعرة، رحمة الله عليه الشيخ أحمد الحصري الذي أسس معهد الإمام النووي مع كوكبة من العلماء، مع الشيخ بديع الجندي رحمة الله عليه. وكان رفضهم واضحا عندما حاول حافظ الأسد أن يأخذ تواقيع العلماء في سوريا لينفذ حكم الإعدام بالعالم الميداني الدمشقي حسن الحبنكي. رفضوا رفضا باتا، وزمجر الأسد وإلى آخره وهدد وتوعد، فرفض الشيخان الشيخ أحمد الحصري رحمة الله عليه والشيخ بديع الجندي، رفضوا التوقيع على توقيع وليكن ما يكون. يعني معروفين أهل المعرة بالعز والكرامة، وأنهم يأبوا الذل بأي شكل من الأشكال. لذلك هذا الأمر انعكس على المعرة بطريقة من الطرق. هناك عندنا رحمة الله عليه الدكتور أحمد راتب الحراكي، كان مشهور بتعامله مع الناس وبنكته وبطبه إلى آخره. كان عندنا رحمة الله عليه الشيخ ديبو الحج أديب السمني الآمني، أيضا خرج معهد الإمام النووي، خرج علماء على مستوى الوطن العربي أبحروا الآن في العلم. الآن يتكرر المعهد النووي، صحيح نحن خسرناه في المعرة، ولكن تكررت نسخة معهد النووي في كلي، في دير حسان إلى آخره. وهذا كله يعود إلى فضيلة الشيخ أحمد الحصري رحمة الله عليه. المعالم الأثرية كثيرة جدا في معرة النعمان. نبدأ بالقلعة، التي تقع في الشمال الغربي من المعرة، والتي يحيط بها كان سورا ويحيط بها الخندق المياه، ولكن للأسف تعرضت يعني بعملية الزلازل وعمليات الغزو تعرضت إلى كثير من المحن. هناك الجامع الكبير في المعرة الذي يعود إلى الفتح الإسلامي في عام 17 للهجرة. هناك جامع نبي الله يوشع
الذي يعود إلى العهد الأيوبي. هناك جامع المدرسة الشافعية التي أقامها عماد الدين زنكي التي تقع في قلب شارع أبي العلاء. هناك جامع عطاء الله ابن رباح أيضا في المنطقة الشمالية في المعرة. وهناك المتحف الذي نحن الآن فيه الذي هو خان مراد باشا طبعا، ويقابله خان أسعد باشا العظم، يقابله تماما على نفس الطراز من البناء ولكنه أحدث. ولكن هذان الصرحان للأسف أصيبا بخلال الغزو الأسدي، أصيبا بكثير من الإصابات وخاصة بما يسمى بالبراميل المتفجرة، وتلاحظون الآن أمامكم أثار ذلك. ونحن من هنا بما أن هذين الأثرين أثرين عثمانيين ندعو السيد أردوغان رئيس الجمهورية التركية فيما لو زار دمشق، وسيزورها حتما إن شاء الله في رمضان أو في عيد الفطر، فعليه أن يزور آثار الدولة العثمانية هنا في معرة النعمان، لأنها عنوان كبير من الصرح الحضاري الذي أقامه بني عثمان في مدينة معرة النعمان حبا بأهلها. أستاذنا العظيم، ما هي أهم العادات والتقاليد التي تميز أهل المعرة؟ أهل المعرة عرب أقحاء كما قلت قبل قليل، يعود بنسبهم إلى قبيلة تنوخ وقبيلة النعيم. وأتى الفتح الإسلامي ليعزز العروبة في المعرة، واللغة العربية والديانة الإسلامية والمذهب السني هو الذي ساد في هذه البلاد. ما لم يحل في هذه البلاد سوى مجموعة بسيطة من أخوتنا المسيحيين الذين أتوا من إدلب وعوملوا معاملة رائعة جدا جدا. ولو كان هذا الأمر أو هذه المحاضرة تتسع لذهبت وإياكم إلى حلب. الآن يقيمون في حلب، قسم منهم يقيم في حلب، آل النعمان موجودين في حلب، ولينطقوا بلسانهم وبتصرفاتهم كيف معاملة أهل المعرة للناس غير المسلمين. معاملة راقية تدل على أفق عالي بالأخلاق والعادات والتقاليد. طبعا العادات عاداتنا عادات إسلامية. في رمضان نقوم بواجبات رمضان من سحور وإفطار وتبادل الزيارات وصلاة تراويح وصلاة الوتر إلى آخره. وبالأعياد نذهب إلى نصلي العيد ثم نذهب إلى المقابر كما أي الفئات الإسلامية في شتى بلاد الإسلام. وفي الانطلاق إلى الحجيج كان ينطلق الحجيج على شكل مواكب كثيرة، ثم أتت السيارة خففت من هذه المواكب كثيرا. العادات والتقاليد بالعرس الخطبة عادية جدا، تذهب الأم إلى دار العروس المطلوبة وتتردد عليها وتتبادل هي وإياهم هذه الحفل، تتبادل كيف الاتفاق على المقدم والمؤخر. ثم يأتي كتب الكتاب، يعزم أناس كثيرون على كتب الكتاب وتقدم الحلويات. وكانت تقوم الأعراس المتواضعة المقبولة دينيا في هذه البلاد، وتقام الموالد أيضا. وكان لرمضان طقس آخر، هو عندما يأتي المسحر ويدور على البيوت ويدق البيوت، وهذا عالم آخر يعني يحتاج إلى محاضرة، هذا يحتاج إلى محاضرات. يعني رجعتنا أستاذنا للزمن الجميل. فلو نحكي شوي بهذا المحور تحديدا، إنه كيف كانوا يعيشوا أهل المعرة في الماضي، وإيش التغييرات يلي طرأت على حياتهم؟ طبعا كان نحن والريف يعني نعشق بعضنا بعضا، نحن أهل المعرة وأهل الريف، وأهل الريف يدركوا هذا الأمر. فمن الفجر كانت النساء من الريف يحملن
على رؤوسهن قناجر وعلب اللبن والجبن، ويحضروه إلى المعرة ويبيعونه أيضا، ويأتي التجار الألبان من خارج المعرة وأيضا يبتاعون ويأخذون حاجاتهم من حيث الثياب ومن حيث السكر والرز وغيره من الأمور. العلاقة متبادلة، والريف المعري من الصباح الباكر وإلى ما بعد المغرب ذهابا وإيابا إلى المعرة ذهابا وإيابا، وازدادت العلاقة توثقا بيننا وبين الريف الذي نحبه ويحبنا. لو عدنا لأبو العلاء المعري، فهل يمكن أن تحدثنا عن العلاقة ما بين المعرة وأبي العلاء المعري؟ أبي العلاء كانت العلاقة كان له فلسفته الخاصة في هذه الحياة، وأحيانا يسر من أهل المعرة وأحيانا لا يسر من أهل المعرة. وطبعا لأن دائما الفلاسفة لهم نظرة خاصة في الحياة، لهم نظرتهم الخاصة في الحياة التي يريد أن يعكسوها على المجتمع، ومن الصعب عكس يعني الفلسفي على شعب يحب الحياة ويحب الحضارة. عندما حاصر صالح بن مرداس حاصر المعرة يريد اقتحامها، هنا لجأ المعريون نساء ورجالا لجأوا إلى أبي العلاء وطلبوا منه التوسط لدى صالح بن مرداس. وبعد مناقشات بينهم وبين أبي العلاء اضطر أمام شعبه أبي العلاء أن ينطلق من سور المعرة ويذهب لمفاوضة صالح بن مرداس. وبعد التفاوض طبعا بعد التفاوض فما كان من هذا الإنسان الرائع صالح بن مرداس إلى أن قال وهبتك المعرة بما فيها. فأتى أبو العلاء وقال كلمته المشهورة: نجى المعرة من براثن صالح رب. يعني ما أنا ليس لي أنا الفضل، وإنما الرب هو اللي نجى المعرة من براثن صالح. والقصة طويلة وتحتاج هذه القصة إن شاء الله إلى يعني عالم آخر لأروي لكم هذه القصة من أولها إلى آخرها إن شاء الله. يعني نستضيفك في حلقات أخرى إن شاء الله. يعني إن شاء الله بنروي القصة. طيب أستاذنا، لو نحكي عن يعني انطلاق الثورة في المعرة، عن يعني الجحيم يلي انصب على معرة النعمان، كيف أثر هذا القصف وهذا الحقد على المدينة بشكل عام؟ المعرة جزء لا يتجزأ من محافظة إدلب، وأنا كتبت مقال طويل عريض على الفيس طبعا كتبته أن المعرة ومحافظة إدلب ستكون أحد العناوين الثورة الكبار. وسألت نفسي لماذا، فبينت الأسباب. أول شيء لأن المعرة وريفها ومحافظة إدلب كلها مجموعة واحدة تصنف من العرب السني، هاي أول ناحية. الناحية الثانية لطبيعة البلاد السهلة المطعمة في الجبال في الغرب. الناحية الثالثة لأن المعريين كان لهم دور كبير في معارك إبراهيم هنانو الذي تعامل مع الذي وقف ضد الفرنسيين، ثم اضطر الفرنسيون إلى الرحيل. لقد ذاقت المعرة ومحافظة إدلب ذاقت الأمرين عام 1980. لذلك كان الشعب مشحونا لكثرة ما ضحى ولكثرة الناس التي ذهبوا في معتقلات حافظ الأسد، كانت جاهزة للثورة. وما أن انطلقت شرارة الثورة من درعا إلا وشاهدنا المعريين نساء وأطفالا كبارا وصغارا إلا وانضموا إلى الثورة. ولذلك كانت المعرة من المدن الأولى التي حررت في سوريا. وللأسف المعاهدات الدولية وإلى آخره عملت عملها في إعادة الغزو مرة ثانية إلى المعرة، وأدى بنا إلى هذا الخراب الذي
نعيشه. أستاذنا، ما صحة أو ما دقة أن معرة النعمان قد دمرت 7 مرات والآن دمرت للمرة أو أحرقت للمرة الثامنة على يد تتار العصر النظام البائد؟ طبعا كل الوثائق التاريخية تدل على أن دخل المعرة عن طريق ممر بيلان، دخلوا عليها البيزنطيون وفعلوا فيها ما فعلوا، ودخل عليها الصليبيون أيضا وفعلوا بها ما فعلوا من هدام وخراب، ودخل المغول مرة، ودخل التتار أيضا مرتان، أي 4 مرات، وأيضا دخل نقفور أحد الأباطرة البيزنطيين، دخل وحرق المعرة وخربها. ولذلك الآن لو ذهبنا باتجاه جسر الشهور وباتجاه جبل الزاوي لوجدنا أن كنية المعرة متداولة بشكل كبير. يعني تجد كثير من العائلات كنيتهم معري ومعراوي، معري ومعراوي. وقد سألتهم أنا من أين أتتكم هذه الكنية؟ قالوا نحن أصلنا من المعرة ونفتخر، يعني هناك أمام الناس يفتخروا بأن أصولهم من المعرة. عرفت شلون؟ ورحلوا إلى تلك البلاد وبقيوا. وعندما حرر المعرة بعد 196 سنة حررها عماد الدين زنكي، بعث المراسلين إلى جميع المناطق التي حول المعرة: يا أهل المعرة عودوا إلى بلدكم عودوا. وعاد وقسم بقي هناك مقيم في تلكم البلاد ويحمل هذا الاسم. طبعا المعرة يعني مشهورة ويعرفها الغرباء الذين عاشوا فيها. يعني أبو العلاء عندما قال بيته المشهور في محبة المعريين غير المحدود للغرباء: إن المعرة والذي سمك السماء هي للغريب وأهلها الغرباء. يحبون الغريب ويتعاملون معه بإنسانية وبكرامة، ويحبوا من الآخرين أن يعاملهم بهذا المستوى الناس. على الصعيد الشخصي أستاذنا، كيف كان شعورك لما دخلت معرة النعمان لأول مرة بعد تهجير 5 سنين؟ والله حاولت أن أجمع ما أستطيع من المشاعر ومن العواطف، فما كان لمني إلا صفنت في بابيلة، بمرتفع بابيلة صفنت بعد أن شاهدت مئذنة الجامع الكبير، وشاهدت خزان الماء العالي غدا، ودمعت عيني لأني دائما كنت أتذكر في هذه اللحظة، أتذكر بعض الناس الذين كانوا يوصوني يقولوا لي: يا أبو عبدو إذا متنا ورحنا اذهب إلى قبورنا، وعشت أنت بعدنا اذهب إلى قبورنا وبلغنا أننا خلصنا من هذا الطاغية المجرم. والآن بإذن الله سنذهب إلى قبر أحدهم وهو العلامة الكبير الشيخ أحمد حصري لنبلغه في قبره بأن المجرم قد رحل، لأنه كان دائما الشيخ أحمد حصري يذهب عندما يذهب الحج يتمسك بأهداب وبستائر الكعبة، هو والشيخ من حلفاية والشيخ محمد الحامد من حماة والشيخ محمود الجنيد من حمص، ويهز أستار الكعبة ويدعو الله ليخلصهم من هذا المجرم وزبانيته. والحمد لله نحن تخلصنا الحمد لله، هذا فضل من الله. الحمد لله رب العالمين. كيف ممكن إعادة بناء المعرة بعد هذا الدمار اللي حصل فيها المدينة؟ والله يعني الناس المعريون يحبون المعرة بشكل لا يتصور عقل، والكثير من الناس يدرك ذلك لأنهم دائما ينشرون على الواتس وعلى غيره من وسائل التواصل الحديثي محبتهم بالمعرة. ولكن يعني علينا أن نعترف بأن العين بصيرة واليد قصيرة. يعني لو كان المعريون الآن يمتلكون النقد الوافي لوجدت على كل جدار بيت الآن معمار يعمر، ولكن للأسف الشديد أنه اليد قصيرة جدا.
فنحن نناشد المجتمع الدولي، ونناشد الأمم المتحدة، ونناشد جامعة الدول العربية، ونناشد المملكة العربية السعودية، ونناشد الكويت، ونناشد دولة قطر، ونناشد جيراننا الأتراك بأن يقفوا معنا لكي نعيد الحياة لهذا الصرح التاريخي الذي يحبه الجميع ويحبه أهله. نناشد الجميع بأن يقفوا معنا يدا واحدة. رسالتك لأهالي معرة النعمان. أهالي معرة نعمان هم أحبائي وعزوتي وأهلي. عليكم أن تندفعوا بكل ما تملكون باتجاه مدينتكم، وإن شاء الله نأمل الخير لهذه المدينة. وقد وعدنا بعضهم، ومن يمتلك القدرة على تصحيح بعض البناء فلا بأس، أما من لا يستطيع فإننا نعذره، ولكن يجب أن يحاول لكي نصل إلى بناء هذه المدينة التي حبيناها وتحبنا. الكلمة الأخيرة لك عن معرة النعمان. معرة النعمان مهما أعطيناها من حب فهي تحبنا أكثر. تحب كل معري منذ خلق هنا في المعرة ومنذ الآباء والأجداد. ما زلنا نحن نتغنى بآبائنا وأجدادنا وعاداتنا وتقاليدنا، ونريد العودة لنتفاعل من جديد. وهذه الأيام التي شردنا فيها في مدن كثيرة وفي مخيمات كثيرة، أن نعيد الحياة لهذه المدينة وإلى تألقها، ونعيش بقية حياتنا في هذه المدينة، ونزرع في أجيالنا القادمة حب الخير. وطبعا ولا بد من بناء المدارس والبنية التحتية لكي يتحرك نشاط المعريين. فنحن مع الجميع والجميع معنا في بناء معرة النعمان إن شاء الله، وستكون الأيام القادمة فاتحة خير للجميع. شكرا جزيلا. يعني ما يسعني إلا أن أشكرك على هاي المساحة من الوقت يلي فعلا أغنيتنا بمعلومات عظيمة، بمعلومات بالصراحة حتى أنا يعني بسمعها لي أول مرة. فشكرا كثير لك أستاذنا الغالي. الله يسلمك ويحفظك، وتسلموا جميعا. وإن شاء الله كل عمل نقوم به لخدمة معرة النعمان ولخدمة سوريا كلها إن شاء الله تعالى. ولهون بكون وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. كل الأمنية أنه فعلا تكونكم استمتعتم بهاي المعلومات الشيقة، على أمل اللقاء بكم عما قريب. كل التحية لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.